الزمالك بيفوز على الاتحاد المنستيري 4. الزمالك لعب مباراة حلوة، لعب مباراة حلوة، مباراة كويسة، لكن لما هتيجي تقيم المباراة لازم تقيمها على الأساس بتاعها. مش هينفع تقول إن الزمالك كده خلاص هو هيخش يقابل النصر السعودي ويديله 3-4 هو كمان، كده هيبقى أنت بتتكلم بقلبك، ولو زودت في الكلام كمان هتبقى بتتكلم بحاجة تالتة خالص. انت كسبت الاتحاد المنستيري في اول مباراة ليك، وكمان بقيت متصدر المجموعة، زائد كمان تعادل النصر وتعادل الشباب ادى للزمالك دفعة معنوية اكبر من الدفعة المعنوية بتاعت فوزه على الاتحاد المنستيري. واظن ان السيناريو اللي حصل ده هو احسن سيناريو لنادي الزمالك كان ممكن ان هو يحصل. اول مباراة ليك تكون مع الاتحاد المنستيري، ومباراة النصر والشباب تنتهي بالتعادل، تتصدر انت المجموعة، كمان فرق الاهداف هيبقى في صالحك. فانت البداية بتاعت نادي الزمالك هو احسن سيناريو الزمالك كان ممكن يتخيله، ودي حاجة محدش يقدر ينكرها. بقى كل المطلوب من الزمالك دلوقتي ان هو يكسب مباراة الشباب، تلعب بقى بطريقة متحفظة، تلعب بطريقة متوازنة، تلعب بطريقة دفاع، ايا يكن، لكن الفكرة كلها ان انت ما تخاطرش وتاخد ريسك كبير في مباراة الشباب.